العلم عند الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث، إذا دخل رجل المسجد ووجد القوم يصلون في صلاة الظهر والإمام مقيم وذلك الرجل مسافر فلحق على ركعتين، فعند تسليم الإمام سلم المؤتم أي المسافر، فهل هذه هي السنة؟ الجواب على ذلك وردت أحاديث منها تقضي هذه الأحاديث بوجوب متابعة الإمام في الجملة، وهي قول الحديث أبي هريرة إنما جعل الإمام يؤتم به ولا تختلف عليه، ومنها ما ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجل سأله قال إنا إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما هو منقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن يدرك ركعة من صلاة المقيمين وهو مسافر قال يصلي بصلاتهم. وكذلك حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا خلف عثمان بمنى صلاة تامة 4 وهم في سفر، كما ثبت عن ابن عمر وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم أنهم صلوا مع الإمام صلاة 4. لكن هناك آثار أيضا تفيد عن بعض التابعين وتفيد أنه إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعتين كفتاه، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. أحاديث صحيحة منها حديث الزهري وقتادة المسافر، وما أخرج أظن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة أو قتادة في المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة قال يصلي بصلاتهم، فإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. وأيضا عن عمر عن حسن قال إذا أدركهم جلوسا صلى ركعتين. وأيضا عن شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت طاووسا وسألته عن المسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين قال تجزئانه، وهو مروي عن عكرمة والشعبي وغيرهم من كبار، ومن أيضا من تميم بن حزم من كبار أصحاب ابن مسعود. وهذه الأحاديث والأحاديث الأخرى تدل على أن المسافر مخير بين الاعتداد بالركعتين التي أدركهما أو الإتمام، فإن بين الإتمام والركعتين في الاختيار لا تعارض بين هذه الآثار لسعة العمل بالكل، ولا تظهر فيه مخالفة لحديث ابن عباس أو لأثر ابن مسعود أو لأثر ابن عمر رضي الله عنهما إذا ما حملت على صورة التخيير، بمعنى أنه إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهو مخير بين أن يسلم مع إمامه أو ينهض ليصلي ما أدركه معه، مما لا يجب عليه في الأصل، لأنه لم يقم دليل على وجوب إتمام ما شرع فيه، وما وجب عليه فقد أتمه، فلا يكون مطالبا بالزيادة على سبيل الوجوب على ما تشهد بالأحاديث السابقة. وإن كانت الأحاديث الأخرى التي تدل على أن المسافر يتم مع المقيم
أنها محمولة على أنه إذا دخل معه في الصلاة الواجب عليه أن يتم صلاته ولا يخالف الإمام في ذلك. لكن مسألتنا ها هنا في من أدرك ركعة أو أدرك ركعتين أخيرتين ونوى في ذلك أنه مسافر، فيجوز له أن يتم صلاته كما يجوز له أن يقتصر على الركعتين الأخيرتين. والآثار عن التابعين تشهد بذلك، وبهذا القول ذهب ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى. أما السؤال